هلو هلو، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي 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 من الفيديو اللي فات. انا بقى النهارده جبت المكشكشه ترند رمضان 2023. طبعا هي طلعت ترند المره دي في رمضان. هي سعرها 450 جنيه في تورتينا، يعني حتى اللي جنبه تورتينا او كده يروح يشوف سعرها. طبعا كتير بطريقه مبالغ فيها، يعني انا اروح اجيب، وطبعا مش بنفس الكميه، ده هي قطعه، مش قطعه صغيره يعني، وحاجه صغننه كده في بوكس صغير ب 450 جنيه. ليه؟ انا عايزه افهم. حتى الكنافه ب 500 وب 600 يعني ليه؟ يعني حتى اللي ربنا كرمه ووسعها عليه، برضو الواحد يروح يستحرم ان هو يدفع 500 جنيه في حاجه سهله جدا وممكن انها تتعمل في البيت، بل بالعكس هتبقى طعمها احلى. طبعا زي ما انتم شايفين شكلها وهم وطعمها روعه. اول حاجه هنبدا بيها هي العسل. طبعا انا هحط كوبايه سكر عليها كوبايه ميه، انتوا هتضاعفوا الكميه، بس انا عشان كان عندي شربات كنت يعني مش شايلاه، فعملت نص الكميه. هسيبه على النار يغلي، واول لما يغلي هنزل بعصره ليمونه وهسيبه يغلي حوالي 5 دقايق، وبعدين هنزل بشويه فانيليا وهسيبه بقى يبرد خالص عشان لازم يبقى بارد. هنا بقى ده السر كله في الحشوه. هنا ديت كوباية بيف باستري، طبعا بتتجاب من أي حد بتاع مستلزمات حلويات. هحط عليها كوباية من الحليب، طبعا جهينة أيا كان مش فارقة، بس يا ريت يبقى كامل الدسم يعني. أنا هحط عليها كوباية وربع أو نص، بس هي غالبا يعني هي وربع، نمشيها وربع. تمام. وبرده مش ديت الكمية، لأني أنا كنت عاملة بيف باستري من يومين وسبته في التلاجة فكملت عليه. يعني انتوا لما هتيجي تعملوها هتضعفوا الكمية، بعد ما بدل ما هتحطوا كوباية بيف باستري هتحطوا كوبايتين بيف باستري عليهم كوبايتين ونص من الحليب. طبعا هقلبهم علشان المضرب لو حطيته والدقيق لسه فوق هتلاقيه عمل بوم وهيبهدل الدنيا. المضرب كان مضايقني قوي. هفضل اقلب فيها لحد ما هتديني القوام اللي انا عايزاه، اللي هو هيبقى تقيل، لازم تبقى تقيل. بس خلي بالكم ما تزودوش الحليب، عشان لو زاد الحليب هتبوظ، لان هي لازم تبقى ماسكه نفسها زي ما انتوا شايفين كده. بصوا شايفين قوامها؟ دوت القوام المطلوب. طبعا انا هجيب اللي كانت عندي هحطها معاها، وبرضو هقلبهم كلهم مع بعض. انا كنت مطلعاها من قبليها من التلاجة عشان انها ما تبقاش ماسكه قوي، وهقلب الاتنين مع بعض. ديت كده ضعف الكميه، يعني كده 2 بيف باستري عليهم كوبايتين ونص حليب. تمام. دوت المقدار المفروض اللي احنا نعمله، بس انا عشان كان عندي زي ما قلت لكم وكان عندي شربات برضو، فعملت ايه نص الكميه. هقلبه كده وهسيبه على جنب بقى. وبعدين هجيب لفة الجلاش. ده جلاش بلدي عادي جدا، جايبة اللفة ديت ب 18 جنيه. طبعا ممكن تجيبوه من الهايبر اي حاجة يعني، بس انا بالنسبة لي الجلاش البلدي بيبقى احلى واوفر وبيبقى طازة، يعني مش محطوط بقاله كتير في التلاجة. هنا انا هاخد مقاس الصينية، طبعا دي صينية بايركس، انتوا تستخدموا اي صينية، بس يفضل طبعا انها ما تكونش بتلزق. هنا عندي سمنة مسيحاها، لازم هدهن الصينيه كويس قوي 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 زياده عن اللزوم علشان ما تلزقش فيها وتبقى سهله واحنا بنشيلها. ولازم طبعا ادهن الحروف، فهدهن الحروف كويس قوي زي ما انتوا شايفين كده. وزي ما قلت لكم لازم الحواف وكله كله كله عشان ما تبقاش الصينيه بتلزق. فهي يفضل احسن صينيه طبعا، لا اما هنستخدم بايركس لا اما تيفال. هنا هجيب اول ورقه جلاش، هحطها، كانوا الاتنين مقطوعين اهو زي ما انتم شايفين، فهحطها تحت وهحط الطبقة التانية فوقيها، وهتني الحروف الزيادة مش هقطعها ملهاش لازمة يعني. وهتأكد ان الحروف طايلها الزبدة السمنة سوري، لازم احط عليها سمنة عشان الحروف تبقى طرية، وانا باجي بقطعها لازم تبقى سهلة في التقطيع. فهدهنها كده زي ما احنا شايفين،
وادي ديت الورقة التالتة. طبعا هي ليها كذا طريقة، ممكن تجيبوا ورقة الجلاش وهتحطوا في اولها الحشوة وهتدوها رول كده مرتين، يعني لحد ما توصلوا الربعة، وبعدين باقي الورقة تكشكشوها وتحطها في الصينية. فطبعا ديت اسهل بكتير يعني. وفي ناس اصلا ما بتحشيهاش، يعني ممكن تتعمل كده من غير حشو او من غير اي حاجة، بس نكتفي بالتوبنج اللي هيتحط عليها. بس طبعا هي احسن حاجة الحشوة البيف باستري. نخلي القشطة او المهلبية whatever يعني، نخليها للكنافة والقطايف. فديت اعملوها بالبيف باستري حلو جدا. وطبعا البيف باستري بيبقى مسكر كده، والسكر بتاعه كويس مش مسكر قوي. فنخلينا في البيف باستري احلى حاجة. هحطها في نص الصينية، مش هجيب الحشوة بره علشان طبعا ما تتحرقش، فهحطها في نفس الصينية كده. انا حطيتها. هنيجي بقى لأهم مرحلة وهي الكشكشة. هجيب ورقة الجلاش هكشكشها كده زي المروحة. طبعا سهلة جدا، ما فيهاش اي حاجة صعبة يعني. بس طبعا الفوطة اللي انتوا شايفينها ديت عشان الجلاش ما ينشفش، لان الجلاش لو نشف هيتكسر معانا. جيت طبعا اقيسها في الصينية، لقيت في حتة طالعة، فلازم اقص زيادة، بس مش هرميها. هاخد تاني ورقة برضو هكشكشها كده، وهقطع الزيادة، وهخلي الزيادة على جنب، وهفضل احط كده لحد ما الصينية تخلص. انتوا طبعا ممكن من اول مرحلة تكشكشوا وتحطوا في الصينية لو مش هتعملوا حشوة، لكن طبعا عشان في حشوة لازم لا اما هنرولها، هنرول ربع الورقة و الباقي نكشكشه، او هنعملها زي ما انا عاملاها. وطبعا زي ما قلت لكم ديت اسهل. طبعا الورقه دي كانت مقطوعه 2 برضو عادي جدا. همسك الاتنين مع بعض وهكشكشهم لحد ما هخلص الصينيه كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا شكلها حلو جدا. بصوا بقى ديت الزيادات، طبعا هنلاقي فيه فراغات، ده شيء طبيعي، فانا هحطها في الفراغات اللي موجوده، يعني ملهاش لازمه ارميها غير لما خلاص تبقى الصينيه اكتملت. طبعا شكلها حلو قوي 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 يعني. طبعا ممكن نحط زي ما قلت لكم الجلاش على طول، مش لازم الطبقه اللي تحت، بس دوت لو مش هتتحشي. طبعا هنا هجيب السمنه، هي بقى بتحتاج سمنه. ادي سمنه علشان خاطر تبقى مورقه وجميله. هنا لازم الفراغات او يعني الخطوط زي ما انا بعمل كده، انتوا فاهمين طبعا انا قصدي ايه. هحط فيها السمنه، هدخل السمنه في النص كده عشان تبقى طايله كله وتبقى مورقه. وطبعا اهم حاجه الحروف برضو، علشان واحنا بنيجي نقطعها ما تبقاش ناشفه. يعني ما تبقاش ناشفه لدرجه مش تبقى ناشفه، تبقى مكسره تتكسر مننا يعني، وتبقى لازقه في الاطراف بتاعه الصينيه. فهندهن الاطراف كويس جدا، هنغلغلها كده. حلوه نغلغلها ديت. هنحطها في النص زي ما انتوا شايفين. طبعا هي هتاخد سمنه، بس لازم نديها سمنه كتير عشان تبقى النتيجه حلوه جدا. طبعا ممكن ما نستخدمش السمنه، ممكن نستخدم زبده، بس برضو لازم تبقى مسيحينها، طبعا زبده وزيت يعني. انا حطيت سمنه هنا زي ما انت شايفينها. طبعا انا مشغله الفرن، هحطها في الرف اللي في النص لمده تلت ساعه بالظبط. انا خدت معايا تلت ساعه. وهنا ده بقى التوبنج. هنا كان عندي بضايه حطيت عليها شويه فانيليا، وعليها كوبايه حليب، وهقلبهم كويس قوي. وهستنى بعد ما يفوت تلت ساعة حتى هنلاقي كده ايه الأرضية بتاعت الصينية احمرت. وطبعا هتسمعوا صوت الكشكشة. هجيب بقى التوبينج وهنسقيه بالجلاش، ويلا نسمع صوت الطشطشة الفظيع. وبعدين هرجع ادخلها الفرن تاني، وهفتح الشواية لمدة ربع ساعة عشان لونها يحمر. طبعا زي ما انتوا شايفين فظيعة. هجيب بقى الشربات، طبعا لازم يبقى بارد علشان ما تطراش معانا، لازم يبقى بارد. وهنسقي الجلاش الفظيع دوت كله 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 كله. وما ننساش طبعا الأطراف عشان ينزل جوه. طبعا هي مش مسكرة خالص، هي طعمها حلو، السكر بتاعها معقول وخفيفة. ومش عايزة اقول لكم هي من بره كريسبي ومن تحت جوسي، فحاجة كده ايه وهم. هي فعلا مكشكشة غرقانة، سموها زي ما تسموها، بس هي حلوة جدا. بس برضو ما تتجابش من بره ب 450 جنيه.
هفضل اعمل يمين وشمال كده عشان العسل ينزل. وبعدين هنا عندي شويه مكسرات، دوت بندق على فستق على عين جمل، طحناهم مع بعض شويه وهنزين بيها. طبعا ممكن نستغنى عن المكسرات اكيد ونرش عليها سكر باودر، بس يفضل ان احنا نزينها علشان يبقى شكلها حلو. هنزينها بقى زي ما انتوا شايفين، وبعدين هنطلعها وناكل بقى ونلزلز ونتخن وايه. يعني من رمضان هنطلع على العيد على طول من الكنافة والقطايف والحاجات الغريبة اللي احنا بناكلها ديت. لا مش الحاجات الغريبة، قصدي الحاجات اللي بتتخن قوي دي، للكحك والبيتي فور وهكذا وهكذا. فالاكل حلو ده، الاكل فعلا فعلا احلى حاجة في الحياة، فعلا دي حقيقة. زي ما احنا شايفين طبعا زينتها بالطريقة دي، كل واحد يزين حسب الشكل اللي يريح عينه. فانا دوت كان الشكل اللي عجبني، طعمها حلو جدا جدا. طبعا يعني يا ريت يا ريت يا ريت تجربوها لانها حلوة جدا وسهلة جدا، وهتحسوا ان انتوا كأنكم جبتوها من تورتينا، والله ما في فرق خالص. حلوة قوي 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 قوي. طبعا هنيجي نقطعها، هقطعها ببوز السكينة عشان الكشكشة اللي فوق ديت ما تتكسرش وتفضل محافظة على شكلها. فهقطعها ببوز السكينة. طبعا الاطراف مش لازقة خالص زي ما انتوا شايفين اهو، مش لازقة خالص ولا من تحت لازقة، فهتبقى سهلة واحنا بنشيلها. اهم حاجة ان احنا نبقى متأكدين ان احنا خلاص قطعنا القطعة اللي احنا هناكلها علشان ما تتبهدلش مننا. طبعا انا جبت بوز السكينة اهو من الناحية التانية وهشيلها زي ما انتوا شايفين. يا سيدي اوعوا تنسوا اللايك لو وصلتوا لحد هنا، اوعوا هزعل منكم. ويا ريت تقولوا لي لو حد جرب حاجة من ترند رمضان 2023 يقول لي جرب ايه وعمل ايه وطلعت فعلا احلى من بره واوفر. وانا ان شاء الله في حاجات تانية عايزة اعملها كتيرة في رمضان، بس ربنا يقدرني على الوقت. جميلة قوي يا جماعة، وخفيفة وجديدة في نفس الوقت. نطلع بقى من مود القطايف والكنافة وندخل على المكشكشة والقشطوطة والغرقانة والبلاوي السوداء اللي احنا فيها ديت، الواحد مش عارف يروح فين. حلوة قوي، يا ريت تجربوها. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي اللايك وتقولوا لي رأيكم في التعليقات، ولو جربتوا حاجة برضو يا ريت تقولوها لي. وباي باي.